بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، مشاهداتي الكريمات داخل الوطن وخارجه، مرة أخرى نستضيف في هذه الحلقة من برنامج ضيفي الأسبوع شخصية رياضية على اعتبار الأجواء الاحتفالية التي يعيشها الوطن بأكمله بمناسبة الإحقاقات والإبهار الذي حققه فريق الرجاء البيضاوي في المونديال. نستضيف شخصية رياضية بامتياز، حفيد الأب جيجو مؤسس الرجاء البيضاوي الأستاذ مصطفى رفيق. الأب جيجو هو أحد مؤسسي فريق الرجاء البيضاوي. الحاج مصطفى رفيق، احنا عندنا الشرف الكبير باش نستضيفكم في هذه الحلقة من برنامج ضيف الأسبوع، باعتباركم حفيد ديال الأب جيجو، الرجل، الشخصية الكبيرة، الشخصية العظيمة، الشخصية التاريخية اللي أسس فريق الرجاء البيضاوي أو من بين المؤسسين ديال فريق الرجاء البيضاوي. أشنو تقول لنا الحاج مصطفى رفيق على هذه الشخصية اللي هو الجد ديالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي محمد النصيفي، انتم عزيز عليا بزاف، على هذا قبلت باش ندير معكم هذا الحوار، لانه هذا السيد باش تكلم عليه وعليه شحال خاصك ربع ساعة اللي كان عندكم في البرنامج، ما تنظن بانه بتكفي، لانه هذا الراجل اللي بتكلم عليه خصك مسلسلات، لانه كيف قلتي راجل عظيم، وراجل اللي خدم الرياضه في المغرب بالمعقول، وراجل اللي تفانى وعطى روحه وعطى حياته وعطى ماله وعطى اولاده وعطى كل ما تيملك. هذا الراجل بدا كلاعب في الدار البيضاء مع اليسام، وانطلق معهم. واحد الوقت جاو اتصلوا به الناس تاع الوداد، ديك الساعه الوداد يلا فيها الفرع تاع الباسكيت والسباحه. قبل ما نوصلوا السي الحاج للسباحه، جميع الناس في سوس وفي المناطق المغرب كيعرفوا بانه الجذور ديال العائله ديال السي الاب جيجو هي من سوس ومن اسفن بالضبط. حقيقه هذه ومدور ايدا ومارتيني، يسفن دوار ايدا ومارتيني، ايدا ومارتين، هي هذاك هو الاصل ديال هذه النواحي ديال اغرم تالي وين هي سميتو هو دروكا محسوب اقليم طاطا، لانه يسفن فوق اغرم طاطا. نستمروا للسباحه. لا، المهم انه اختار الناس فكروا باش يديروا فريق تاع كره القدم. غادي تيدور ما هو بن جلول، لانه هو بن جلول هما الناس اللي فكروا المؤسسين تاع الوداد. لقاو الفيلم تاع وداد تاع هما كلتهم خدام، قالوا على اسم لقيناه. المهم تما مشات الراجل خدم مع الوداد، خدم معاهم، تفانى، دار روحه وحياته، وكان كاتب عام تاع الوداد، وكان مدرب، ودا بزاف تاع البطولات مع الوداد، ودا بزاف د الحوايج. الناس تاع المسيرين تاع الوداد تاع الدار البيضاء الى يومنا هذا من الناس تاع فاس تاع الدار البيضاء، الفاسات تاع الدار البيضاء هما اللي تيسيروا. فاذا بهم راجل منسوس وسط منهم اللي من الناس الاولين اللي خداو البكالوريا في المغرب، والناس اللي تقفوا، والناس اللي دار الراجل اللي قرا بزاف تاع اللغات، والراجل اللي يحتكر المعرفه، لانه هذا الهضره هذه كان معروف بها بانه يحتكر المعرفه. هذوك الناس تزمتوا كي تنقولوا حنايا باللغه ديالنا. الراجل جاي يدوز العطله ديالته في تارودانت، جاب معاه تريبليت ديالته المعروفه، ادريس والشتوكي وعبد السلام، هذه احسن تريبليت دارت في المغرب. كان تيجيو يدوز معاه عطله في تارودانت، جاي يدوز العطله في تارودانت. رجع الراجل للدار البيضاء، قالوا ليه الله يرحم الوالدين بغيناك تكون مدرب تاع الوداد، ولكن كاتب عام لا. هو عام مضى قبل ليهم يكون مدرب تاع الوداد، دار عام لقى انه داكشي اللي ولا تتفرضوا عليه الحوايج اللي ما تيبغيش هو، ولانه هذوك الناس منظر هو في منظر، هو عاد تيروح وكيف قلت لك
ماشي الرياضه واخدها كمهنه ولا بغى منها الفضل، ولا لانه ديالو كلشي هو تاع الوداد. قلت لك انا حياه ولادو كلشي فرط فيهم ومشى تبع الكره. الراجل اللي تيتفانى من اجل الكره، هذوك الناس اللي داك الشيء اللي بغى معاهم ما بغى ما يمكنش يوصلوا. فاذا بيه يفكر يبدل الفريق. كان الرجاء تاع الدار البيضاء يلاه طلعت البريمير سيري، دوزات تروازيام سيري، دوزات دوزيام سيري، طلعت البريمير سيري. اقترحوا عليه الرجاء باش يمشي يدربهم. قبل ملي مشى هو اللي وضع الاسس الصحيحه، هو واحد المجموعه تاع الناس تاع الرجاء اللي منهم الاسماء، منهم محجوب بن صديق اللي كان في النقابه، منهم معطي بوعبيد، منهم حجاج، منهم واحد الطبقه تاع الناس اللي رغموا عليه باش يمشي. دونك ولا هو هنايا فرض انه المعارضه للوداد. هنايا بداو الناس تاع الوداد تيعاتبوا عليه، تيقول يا مشيتي عند العروبيه لضرب السلطان، واش العروبيه بغا يكونوا برقه، واش هادي واش هادي. قال لهم وجهتوني واحد العام او لا عامين وبتشوفوا هاد العروبيه اش بغا يديروا ليكم. فاذا به الراجل درب الوداد، درب الرجاء مزيان، وقال لهم هاد الفرقه هادي بتفرق معاكم كل شيء في الدار البيضاء، بتفرق معاكم الجمهور، بتفرق معاكم الفلوس، بتفرق معاكم حتى الهواء اللي تتشموا في الدار البيضاء، بتفرق معاكم هاد الفرقه. وهي الى يومنا هذا تنظن انا الا يمكن فات النص انه كان هو قال بتفرق معاكم، يمكن هي ولات واخده اكثر من حقها. وصار هكاك تيعمل وخدام تيخدم معاهم حتى تصنع هذا الرجاء. الوداد كان دار فريق اللي بغى يجيب به البطولات وبغى يجيب به هذه. الرجاء دار بها الفرجاء. الرجاء قال لك الفرقه اللي بغات تفرج الناس، الفرقه اللي بغات تمتع الناس. حاول التجاوز وضع له حد اليه كوكون قاسي، مشات كره محسن متولي للطرف الايسر، محسن متولي عند ياسين الصالحي مع محسن في القائمه التالي. كره ممتازه جدا، هذا حافظي يسدد الهدف. هدف للرجاء، جول. تنقلب الامور راسا على عقب 3-1 في وقت صعب جدا. الرجاء يعود للتسجيل، ولانه كان تيلعب بالكره، كان تيمشي لالمانيا، كان تيمشي للانجليز، كان تيمشي لجميع الاقطار تاع الدنيا تيحضر فيهم تيشوف البطولات. وهذا هو سميتو، وهاد الدقه راه وصلوا يلاه الناس جايين تيوصلوا ليها دروك. لانه بنقول لك انا بحال هذا السيد الا سبق هذا الوقت فاش كاين اللي وصلنا حنايا، انه الرجاء كان بغاها تكون بحال كي تتبع الناس برشلونه، كان بغا هو الرجاء ديك الوقت تكون هكا، لانه ديك الدقه وصل بها هكا. والمهم المغاربه خدم معاهم، جرى معاهم حتى وصلوا، حتى وصلت الرجاء واحتكرت كل شيء. الرجاء حتى هي ودات كل شيء وغاديه الرجاء. وها انتم تتشوفوا فين وصلت. وكون جاب الله هذا السيد هذا، انا تنقولها بكل صراحه، ما كانش مع الرجاء انه الرجاء تكون بحال الطاس، وبحال الطاس راه كانت بريمير سيري، ليتوال كانت بريمير سيري، راه كانت بريمير سيري، شحال فرقه كانت في الدار البيضاء بريمير سيري. ولكن هذا وضع اللبنه ديالته، حط الفرقه تما، لانه عارف اش حط في الوداد وعارف اش حط في الرجاء. ودروكا راه تتشوفوا اي واحد يكون صغير ولا كبير راه تيشوف الوداد والرجاء. وانا تنتمنى، ولكن هذه الامنيه تنتمنى ما يمكنش عمرها تكون، تنتمنى يكون هذاك الراجل يفيق ويطل نهار يكون الديربي، ويشوف هذاك التيران اللي مفرق بجوج على الخضر على الحمر، ويشوف اش دار، يشوف اش صنع، يشوف فين وصل داك الشيء ديالو. لانه هذا الشيء هو اللي كان بغا، وهذا الشيء هو دروكا بحال مرتاح وين في قبره. ونزيد لك السي محمد انه تبارك الله عليه باش تشوف المحبه تاع الرجاء. عنده واحد بنت سميتها رجاء، سماها رجاء عند البيرجيكيه بنته، باش تشوف الحب ديال الرجاء. لانه كان تيقول هو الوداد فعلي زعما من الفعل ديالو هو اللي دايرها، والرجاء رد فعلي، لانه الرجاء رد الفعل ديالو. لانه تقول لك سوسي خدم في الدار البيضاء وجرى مع الفرقه وهكا، وبالتالي بغا يمحوه. ولكن هو الكفاءه ديالته والقدره ديالته وداك الشيء علاش قدر، وداك الشيء علاش عرف ما قدرش يمحوه، وفرض عليهم راسو، وفرض لهم فرقه اخرى هي تتشوفها اش دايره في المغرب. وما يمكنش الرجاء الى نهار تخرج من الطبع تاع الابجيكو راه بغا تموت.
ما حدا محتفظ عليه، وما حد الجمهور تاع الرجاء تيفكرهم دائما، تيفكر الرجاويين بيجيك ايه زعما لا تنساو ان هذيك دقه ديالتنا راه بها عايشين وبها تنتنفسوا وبها تنمشيو. واش كتظن السي الحاج هاد دقه وحده عامره وحده خاويه واللعب ديال الرجاء لا بيرجي يقول لي وضع اللبنات الاساسيه ديالته بالثقافه ديالته؟ هي الثقافه ديالته هو اللي وضع هذا الشيء، سياسته. اللي انا قلت لك انا اي مدرب تيبغي يخرج على هذه الطريقه اللي خلاه هو تيفشل. واش السي الحاج البيرجيكو مارس الصحافه؟ مارس الصحافه، دار الصحافه مكتوبه ولا سميتو كان فيلسوف تقريبا في هذاك العصر ديالو اللي عاش فيه، زعما واحد الشخصيه كبيره جمعت ما بين الرياضه والصحافه. الناس دروكا انا شنو نقول لك، انا الحفيد ديالو انا عشت معاه 20 عام. صحيح فهمتي، عشت معاه لانه مات هو ب 70 عام 1970، ديك الساعه عندي 20 عام. الناس اللي عاشوا مع داكشي تيعاودوا لنا، وداكشي راجل اللي خارق للعاده، زعما شي حوايج وشي تحاليل وشي حاجه وشي. انا نقول لك واحد القضيه، نجي انا خويا استاذ جامعي كاين فرنسا. ملي تنمشيو عنده بجوج تيقول لخويا سير تقرا، وانا تيجيني مع التيران، وانا مارست واحد الوقت تدريب ولعبت كره ولا هو غير شوف، هي بيناتنا حنايا كان تيفرق هذا سميتو اش اللي خصو يتدار، تيعرف هذا تلايق وهذا اش ما تلايق، وشحال من لعاب عاد خو تيجي تيبغي الكره تيقول لها وليدي انت الكره وهاديك كرضا ما كاين ما غادي بها لين سير تقرا. وشحال من واحد قرا وملي وصل شي دار محامي، كل واحد شي دار مشى تيجي تيقول لها اجي دوكا تسير كره القدم لذلك اجي تسيرها، اما باش تلعبها ما يمكنش تلعبها. الحاج بالنسبه للشخصيه ديال البيرجيكو اللي كيبان للملاحظين والمتتبعين والرياضيين بانه في الدنيا ديالته ما دار حتى شي حاجه، بمعنى انه ما كانش فيه الهم الدنيا يجمع الفلوس يجمع الثروه. هو المهم اللي كانت شاغله ليه بالو هو هذاك الاسم اللي سموه يكون بالمعقول. الاب يقول الاب تاع هذوك اللعابه كاملين. صوره السي محمد على حسب ما تيعاود لنا هو وعاود الناس اخرين انه كان تيمشي تيدقر الديار ديال اللعابه الى ما كانوا بديارهم، وتيعطي الفلوس لوالديهم، كان تيشري الضحيه، كان تيشري هادي الهم ديال اللعابه كاملين كان عزو هو، وكان ماشي تيدافع عليهم، كان داك باهم بالمعقول. لانه ملي مات سميتو الله يرحمه مسكين، ملي مات السي محمد بن الحسن العباني ومشات الوالده عندنا حضرات في الجنازه وحضرنا حنا في الجنازه ديالته، كان تيتقال لولادو راه ماشي باكم، راه بانا حنا، راه حنا من مات ماشي ليكم، وما عارفنا واش سميتو واش ما خلاكم عاش معاكم، وكان وقته كامله عاش علينا والكره وهادي سميتو عارفوا هذاك الشيء. هذا محمد بن الحسن العفاني هو البيرجيكو، الاسم ديالو هو بالحقيقه هو ما كانش يحملها، ما كانش يحمل ديك جيبو، لأنه تقول لك أنا محمد بن الحسن، هو كان عزالي بن الحسن. بيرجيكو هذا شي لعاب فرنسي، لعاب فرنسي، كان ديك القلده ديالته هو وديك العده ديالته سماو عليه، قالوا بحال جيبو. ما هو سميتو محمد بن الحسن العفاني. لا سميتو كان الاسم اللي عز عليه تابو تيه بن الحسن، كان تيبغي يسمع بزاف بن الحسن. أنت عاشرت يا سي الحاج واحد المدة تقريبا، كان كيجي هنا لتارودان، تعاشرتي الاب جيكو، كيفاش كان كيتعامل معاك؟ كيف كانت الشخصيه ديالته؟ كانت الشخصيه ديالته شي شويه حنين عاطفي قاسي، كان كيفهم شويه الله يرحمه كان تيمشي مع المواقف، كل موقفه هو لو فاش خصو يكون قاصح تيكون قاصح، لو فاش خصو يكون حنين تيكون حنين. واش نقول لك، رجل فيلسوف كبير، ولكن الحاجه اللي كانت مهمه عنده وبها عاش بها دوز حياته كاملها هو القرايه. تيقرا تامات هو تيقرا اي الصحف تاع الدنيا كاملين تيقراهم. المهم تيقلب ديما تيبحث، ما عمر هذاك الراجل فكر شي نهار ما يدير والو، دائما القرايه تيقرا الليل ونهار صباح وعشيه، وتيقلب على الخطط وتيقلب على الطرق ديال اللعب، وتيقلب دائما باش داك اللعاب ينفعو
راجل اللي راه سي لو بروميي اونترينور ماروكان، عنده ديبلوم تاع اول مدرب وطني في المغرب، لو ديبلوم نيميرو 1 اللي كاين في الجامعه كان عند محمد بن العسن. هو اثناء الزياره ديالته لاتحاد تارودان، وانت سي الحاج كنتي لاعب ومدرب ومسير وعزيز عليك بزاف الاتحاد، عزيز عليك الكره، في الوقت فاش كيجي بعض الفترات في العطله وداك الشيء اللي تارودان كيجي مع الاصدقاء ديالو ديال الرجاء البيضاوي، مره كان كيدرب اتحاد تارودان. مره ملي تيجي تارودان هو تيدربها كاع ديك المده اللي تيقعد في تارودان، لانه كان المرحوم بوجمع روان كان ديك الساعات من المسيرين تاع تارودان، كان دائما ديك ساعات لونترينمون كانت تكون في العشيه في تارودان، في العصر ديك الساعات الناس لانه كانوا الحريفيه في تارودان تاع هادشي اللي كان، وكانوا جل اللعابه كانوا الحريفيه، والحريفيه تيتسالوا ورا العصر، كان دائما كرون تاكسي وقفه في الدار عند العصر تيجي فيها بوجمع الله يرحمه روان، وتنمشي انا وياه للتيران، ترينا بجميع اش بنقول لك بزاف بدل فئات تاع الاتحاد، منهم الاتحاد الاولى اللي فيها بوكير والعصاب والجبلي ومبارك وهادي، زيد حتى وصل لسلوان، وصل الله، وصل الثاني، وصل الصويفي، وكاع هادوك الاجيال كاع دربهم. بالنسبه لسي الحاج غنتكلموا على فريق الرجاء البيضاوي حاليا والنتيجه الكبيره اللي حققها في المونديال. انت حفيد ديال ابجي، وكيفاش كتحس، شنو هو الشعور ديالك، كيفاش تترجم الاحاسيس ديالك بمناسبه هاد الاحقاقات اللي دارها فريق الرجاء البيضاوي في هذا المونديال؟ المهم انه انا من المحبين تاع الرجاء، ومشيت تفرجت في اكادير المقابلات بجوج تاع الرجاء، وكنت نشوف داكشي اللي بغى المرحوم تيديروه الرجاء، لانه في اكادير داروا جوج د الحوايج زويونين اللي تيطلبوا الكويريه، انه يفرجوا ويربحوا. الرجاء فرجات وربحات، هادشي علاش دخلت للقلوب تاع المغاربه كاملينهم، ماشي ربحات عن بزار كي تيقولوا ولا ربحات هكاك، لا الرجاء لعبات مزيان وربحت. سريع اوه الثالث جاي يا متولي، سجلها، ريحنا يا متولي، اوه خلاص الرجاء في الفاينل، الرجاء في النهائي، في مباراة العمر، في ليلة العمر، في بطولات العمر، فعلتوا يا رجال، أكدتم بأنكم الكبار، أكدتم بأنكم عالميون أمام جمهور عالمي، هي الضربة القاضية بينيرو. سي الحاج، هذه تقريبا قبل 10 سنوات تنظم هنا واحد الدوري ديال الابجي، وساكت فيه بعض الفرق ديال المنطقه ديال سوس. المجلس البلدي ديال تارودانت تا هو كان دار واحد اليافطه على الملعب البلدي، حاليا سماه ملعب الابجيكو، ولكن تزولت ما عرفناش علاش. كيفاش كتشوفوا هذا الشيء السي الحاج؟ المهم انه كانت واحد الوقت اللي كان واحد العام في تارودانت السي شعير الله يذكره بخير، وفكر باش لانه هو من الناس تاع الدار البيضاء اللي عرف قيمه الابجيكو، لانه محامي وعاشر السملالي وعاشر المحاميين الاخرين اللي عرفوا قيمه جيكو، وقال بيدير ديك النوايا، دار ديك النوايا تاعت انه باش تبقى عاده في تارودانت، باش ينظموا دائما الناس تاع تارودانت سميتو الدوري الابجيكو، لانه مفخره بالنسبه لتارودانت، والرجل الرياضي الاول في تارودانت، والرجل اللي وهكا، فاذا سميتو وواحد الوقت عجبني انا المنظر اللي دارت البلديه تاع تارودانت، انه سمات كان الملعب شي تيقول مع بلدي، تيقول مع ملعب الله، كل واحد يقول واحد الوقت اختاروا الناس تاع البلديه تارودانت الملعب يسموه الابجيكو، وهذا الشيء شفناه وسمعناه في المقابلات تاع الحسنيه مع جديده، وعلقوا واحد اللافته تما بانه ملعب الابجيكو، فاذا بواحد النهار تندوز ما تلقى لا ملعب ابجيكو ولا حتى حاجه، وتظن انه الا سموا ملعب الابجيكو في تارودانت راه ماشي شي حاجه اللي سهله، انه هذاك الراجل تيستحق اكثر من هذاك الشيء، وبدا نتمنى انه الناس المسؤولين في تارودانت على الاقل يديروا دوري
فسميته لانه بيرجع المنطقه بيرجع للسكان تعترض بالخير، وبيرجع للمتفرجين. تقدر تجي الوداد، تجي الرجاء، يجي البراقي كبار، لانه ملي تذكر ديك الشخصيه تذكرها وانت وجهك عبر، لانه راجل عنده علاش تظهر باش دار. مشاهدي الكرام، مشاهداتي الكريمات، ها هو محمد جمال الدين يستودعكم الله إلى اللقاء في حلقة أخرى إذا كان في العمر بقية. شكرا لحفيد الأب جيجو، شكرا للرجاء، شكرا للجماهير الرياضية، شكرا للجماهير المغربية، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى بحول الله.